هي حبيبة اخوك. ايه يابا. ايه. انا خلاص عامله لك الفطار عشان تفطر وتروح الشغل. تسلم ايدك حبيبتي. ماشي يا حبيبي، بألف عين عليك. فتحتي. لا لا، مفيش حاجه. ده بس عشان ايه؟ كنت بعمل اكل والبصل بس. بصل برضك. ده انت اختي صغيرة وانا عارفك. بصي يا انا ستي كنت عايزه اقول لك على حاجه بس قبل اي كلام. قولي. كنت عايزه يعني اشوف شقه ايجار بره وكده، وكنت عايزه انزل شغل. هو انا قصرت معاكي في حاجة؟ وايه حكاية ان انت تشوفي لك شقة ايجار دي؟ بيت اخوك مفتوح يا ليكي. اخويا عشان ما تقلش عليك اكتر من كده. انا من يوم ما اتطلقت وقعدت في مم. بيتك، انت اللي بتصرف عليا وبتجيب لي كل حاجه يعني. انا هقول لك على حاجه، اكلم معاك بصراحه بس مزعلش مني، والله ما اقصد حاجه. انت اول امبارح جبت لي اسدال عشان رمضان وكده. فمراتك حسيتها اتضايقت وانا قلت لا اكيد ما اتضايقتش يعني وكده. بس لما انت مشيت وهي جت قعدت معايا، قالت لي الحمل على اخوك تقيل، وبيجيب لك وبيعمل لك، قالت لي كلمتين زعلوني. فهي عندها حق، هي مش غلطان. مم. فانا المفروض اشيل مسؤولية نفسي، اشوف شقة ايجار وانزل اشتغل وكده. انت كتر خيرك، انا من يوم ما اتطلقت انا بقالي سنة ونص قاعدة في بيتك. فخلاص كفاية قوي كفاية قوي، انا رخمت يا عبد. بصي يا حبيبتي، انت قاعدة هنا في بيت اخوك، بيتك تمام. ومراتي انا هجيبها تعتذر لك. انا عرفت ان لا هي والله، انا والنبي انا مش عرفت. بقولك عشان تقول لها هي جت ويحصل بص. مشكلة. بص هي انا جت. والله ما اقصد. مش ما فيش مشكلة ولا حاجة. هي جت وقالت أنا قلت لأختك واحد اتنين تلاتة واتحرجت. وقلت لها لما تصحي الصبح تروحي تعتذر لها. أنت هنا لا في والله بيت. ما فيش اعتذار ولا حاجة، هي لأ. اختي الكبيرة وهي بصي فعلا عندها الكلام حق. اللي هي قالته زعلني وأنا زعقت لها وهي عرفت غلطها. هي هتيجي إيه تعتذر لك. أنت هنا في بيتك، أنت بيت أخوك، وأنا مش مقصر معاكي في حاجة ولا مقصر معاها. هي واخدة إيه بيتها، فلوسها واخداها مصروفها بتاخده اول باول. البيت مش ناقصه حاجه، وانتي مش ناقصك اي حاجه. وانت لما تحتاجي حاجه بتيجي تقولي لي بقول لك لا. يا حبيب اختك، لا والله العظيم ربنا الاعلى، من يوم ما مم. اتطلقت وقعدت في بيتك انت بص شلتني من على الارض شيء. بس والله العظيم يعني الحمد لله على اللي حصل والتجربة مم. الفاشلة اللي انا اتحطيت فيها. وجوزي ما كانش احسن حاجة والحمد لله الحمد لله. الحمد لله على كل ربنا حال. يعوضني بإذن الله خير على كل اللي انا شفته معاه. بس بس انا برضه علشان مم. ابقى خفيفة عليك وكده، اشوف بيت جنبك سكن، واشوف شغل كده في مصنع، وكده كده هبقى جنبك يعني في بيت جنبك، تزورني ازورك. مم. اجي اقعد معاك بالنهار وبالليل تمام. اروح انام في بيتي والكلام ده كله. ولو قلت لك ان انا رافض الكلام ده كله، انا ماليش حد غيرك عشان دلوقتي. خاطري والنبي. عشان خاطري. عشان تعرف برضو انت ومراتك تاخد راحتك، انا سنة ونص اهوت يعني. حد جه انا اشتكالك؟ رخمت قوي. حد جه اشتكالك؟ رد عليا. حد جه اشتكالك؟ محدش اشتكى يا عبده، بس خلاص. انا انت. شايفة في عيون مراتك ان هي بدأت تزهق مني لا انا مراتي عمرها ما وخلاص. تزهق منك. مراتي عمرها ما تزهق هي منك. برضو عندها حق، بصي برضو عايزة تاخد راحتها في بيتها والكلام ده كله انت مش هتخرجي من البيت دوت غير لما تروحي بيت جوزك. لو ربنا كرمك بجوازه جديده او بواحد ابن بالله حلال. عليك والنبي يا عبد، لا. والنبي علشان خاطري. بصي انا بقول لك هاخد بس شقة ايجار جنبك هنا في الشارع يعني. ادور على شقة جنبك ايجار يعني، مش هروح بعيد، هبقى جنبك برضو يا حبيب اختك. يا حبيبه اخوكي، انت هتفضلي قاعده معايا هنا لحد ما تروحي بيت عدلك. السنه ديت، النهارده، بكره، السنه الجايه، بعد 10 سنين، انا محدش متضايق. وانا مش متضايق من قعدك هنا. انا مبسوط ان انت قاعده معايا والعيال بيحبوكي كمان. ومراتي بتحبك. بس هي كانت وقت عصبيه. مراتك كويسة وجت والله وجت وبنت ايه حلال. وجت حكت لي. مراتك كويسة والله وبنت حلال يعني. هي هتيجي تعتذر لك ولكن في اي حاجه لا مفيش حصل. اعتذار والنبي تمام. عشان ما تحرجني. انا راح اشوف مين اللي بيخبط على ما نجهز الاكل، والموضوع ده ما يتفتحش تاني. ماشي. ماشي. يلا حبيبتي جهزي لنا الاكل على مفتاح الباب. ربنا يجعلك سند ليا يا رب، وتعوضني عن كل حاجة وحشة أنا شفتها في حياتي يا رب.